بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة، يا دوب قلدنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه آبائنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك، وصالح هرجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها. زهقان، حاسس بملل، عايز اغير واعمل حاجه جديده، بس انا مش عارف ايه الحاجه الجديده دي. وكل ما حد يجي يقترح عليا حاجه احس ان مش هو ده اللي انا عايزه. بس انا فعلا عايز اغير وعايز اطلع من حاله الثبات اللي انا فيها دي، بس مش عارف اعمل ايه. النهارده هنجاوب على السؤال ده وهنقول لك تعمل ايه. دكتور جون ستوارت في تعريفه للملل قال إن الملل الرغبة في ممارسة نشاطات معينة جديدة مع عدم توافر القدرة. يعني البني آدم اللي حاسس بالملل ده هو فعلا عايز يعمل حاجة جديدة، ومش عايز حياته تفضل ماشية بنفس الطريقة، ولكن هو حاسس من جواه بعدم القدرة. المخ بطبيعته بيرفض لوجود الملل، عنده حاجة بيسموها الثاسيوفوبيا أو الخوف من الملل. فأول لما مخك بيحس إن كل حاجة بتتكرر وفيها رتابة وما فيهاش جديد، بيبتدي ينبهك ويقولك أنا زهقان، أنا حاسس بملل، أنا عايز أغير. بتحتاج ساعتها إن أنت تدي دفع الدوبامين عشان تتشجع وتقوم تعمل حاجة جديدة، لكن أنت مش عارف المصدر ده تجيبه منين. الملل لو زاد عن حده وتعمق معاك أكتر من كده، ممكن يبتدي المخ هو اللي يتولى القيادة وهو اللي يتصرف. لأن عشان تعدي مرحلة الملل محتاج حاجتين، محتاج النشاط والتغيير. تعمل حاجة جديدة يكون فيها نشاط، ولو كان النشاط والتغيير ده مش متوفر عندك في حياتك، فساعتها المخ بيقوم بالدور ده بدالك. يبتدي يعمل إيه؟ يدخلك في حالات هلوسة. لأن حالات الهلوسة ثبت في علم النفس إن بيبقى فيها نشاط عقلي عالي جدا، مخك بيبقى شغال وإشارات الكهرباء فيه عالية جدا في الفترة دي. صحيح هي مش هتؤدي ليك شيء مفيد قوي، لكن هو بيحافظ عن المخ يفضل في حالة استيقاظ وبيشتغل. وده بيتعرف باسم جانسفيلد إفكت. في التجربة المشهورة اللي اتعملت على بعض الناس اللي خدوهم وحطوهم في أوضة فيها لون واحد زي الأحمر أو الأزرق، وبعدين غطوا عينيهم وحطوا سماعات على ودانهم وابتدوا يسمعوهم موجات وأنواع من الوش مستمرة ما بتتغيرش. بتعمل سيميوليشن أو بتعمل محاكاة لحالة الملل اللي بيمر بيها البني آدم ساعة لما كل حاجة تبقى حواليه هي. الناس دي بعد فترة ابتدت تعاني من هلوسات سمعية وبصرية مختلفة عشان المخ زي ما قلت لكم ينشط. ولو بصينا على العجلة بتاعت المشاعر هنلاقي إن الملل هو عبارة عن نوع أخف شوية من إحساس الاشمئزاز. الاشمئزاز موجود عشان يحميك من أي شيء ممكن يكون ضار. يعني لو أنت شفت مثلا أكل متعفن أو شفت حاجة مش مترتبة أو حاجة مش نظيفة، فغالبا الإحساس ده بيحميك من إن أنت تقرب منها عشان ما تتصابش بأي جراثيم ولا ميكروبات ممكن إن هي تأذيك. نفس القصة في الملل. لو احنا حاولنا نبص على الموضوع بشكل إيجابي ومش كإحساس سلبي، هنلاقي إن هو درجة أخف فعلا من الاشمئزاز، لأن هو بيشمئز من كل ما هو رتيب وممل، كل ما هو بيتكرر في حياتك وملوش فايدة. تخيل في بعض الأحيان دماغنا بتبقى مليانة بمعلومات كتير جدا مكررة ومش مفيدة، ما بتقدمش شيء جديد. محتاج تعمل تغيير ومحتاج تعمل نشاط. ساعتها الملل بيكون alert، عامل بالظبط زي الألم.
من غير الألم انت مش هتعرف ان انت اتخبطت او اتأذيت عشان تجري بسرعة تعالج الخبطة او الأذى اللي حصل لك. تخيل ان احنا نشيل الإحساس بتاع الألم من الوجود، مدى الضرر اللي انت ممكن تتضرره. مش عايزين نبص للملل كشيء بيزهق وكإحساس احنا عمالين بنهرب منه. عايزين نتصاحب عليه ونعرف ان هو في الآخر عايز مصلحتنا. أول لما بيظهر هو بيقولك خلي بالك حياتك ما بقاش فيها جديد، محتاج تاخد قرار وتعمل حاجة جديدة، محتاج تزق نفسك شوية وتطلع من الكسل عشان تتحرك لقدام وعشان تطور من نفسك. الملل مش عدو ليك، الملل بشكل ما هو صديق. في بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة يدوب قلتنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه آبائنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك، وصالح هرجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى؟ لما تعيش